بكم معايا من جديد في قناتكم للطبخ والجمال. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه تحضير خبز بالحليب على شكل ضفائر. كيف ما كتشوفوا كيجي جميل جدا، كيجي لذيذ وكيجي خفيف بزاف. فنمشيو نشوفوا المكونات وكيفيه التحضير. لتحضير خبز بالحليب على شكل ضفيره سنحتاج للعناصر الاتيه: 500 غرام دقيق ابيض خاص بالحلويات، كيس من الخميره الكيماويه ما يعادل 8 ديال الغرامات، 10 غرامات خميره فوريه، الناس اللي عندهم الخميره الطريه يستعملوا 15 غرام، 10 غرامات ملح، كيس سكر الفانيلا يعني ما يعادل 7 غرامات ونصف، بيضه، 60 غرام سكر، 60 غرام زبده لينه، 40 غرام بودره الحليب. الناس اللي ما عندهمش البودره ديال الحليب يستغناو عليها ويعجنوا العجينه ديالهم بالحليب في عوض الماء. وعندي هنا حبات ديال السكر للتزيين. بطبيعه الحال العناصر ديال التزيين كتبقى اختياريه حسب المتوفر، يمكننا نزينوا بالسمسم او رقائق اللوز او الخشخاش، اي حاجه كيف ما كنقول. فقط يعني هاد الضفائر كيجيو زوين بهاد الحبات السكر، يعني كيعطيهم واحد المنظر اللي هو جميل. نمشيو نشوفوا كيفيه العجن. اول مرحله في اناء العجن، يعني وضعت هنا الخميره ديالي 10 غرامات من الخميره، غادي نوضع عليهم السكر هذاك الخشن، وغادي نضيف عليهم نسبه يعني من الماء هكا باش نخلي داك الخميره والسكر يتفاعلوا لمده ديال يعني واحد 2 دقائق او 3 دقائق. كنعرفوا ان السكر كينشط الخميره، غادي نخليهم يتفاعلوا، عاد نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا تتمه المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا يعني بعد مرور تقريبا 2 دقائق هذه او 3 دقائق كتشوفوا ان الخميره بدات كتفاعل، فكنضيف عليها يعني بودره الحليب، البيضه، سكر الفانيلا، الزبده، ثم غادي نضيف دابا الدقيق اللي غربلت معاه الخميره الكيماويه. ونبدا العمليه ديال العجن. فغادي نبدا نعجن ونبقى نضيف الماء يعني على حسب، يعني حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي لينه ماشي لاصقه، يعني تكون ما خفيفه ما قاصحه، باش يسهل علينا ان شاء الله اننا نشكلوا الضفائر ديالنا. فعلى اي حنا غادي نشوفوا العجينه مع بعضنا، يعني الشكل ديالها كيفاش غادي يكون. هنا يعني تقريبا 10 دقائق يعني والعجينه ديالنا كتعجن. هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نحيدها من العجان ونشوفوا يعني الشكل ديالها عن قرب اكثر. بالنسبه للشكل ديال العجينه فهذا هو الشكل ديالها، يعني كتكون رطبه بحال هكا ومدلوكه مزيان، يعني كندلوكوها حتى كتطرطق. يعني لو واخا كنجبدها من العجانه ضروري ما كنعاود ندير فيها يدي واحد شويه، يعني ضروري بحال هكا كنحس بها طرطقه العجينه بحال هكا. يعني حتى كتولي لنا رطبه باش يجي لنا ان شاء الله الخبز ديال الحليب ديالنا كيجي رطب وكيجي لذيذ خفيف. كناخذ اناء بحال هكا كندير فيه شويه ديال الزيت وغادي نوضع العجينه ديالي باش ما تشكلش القشر بحال هكا، وغادي نغطيها بلاستيك الغذائي وغادي نخليه حتى يتضاعف الحجم ديالها على حسب يعني ساعه او ساعه ونصف. ونعاودوا نتلاقاو نشوفوا الطريقه ديال التشكيل. هنا كيف ما كتشوفوا الحجم ديال العجينه ديالنا تضاعف، يعني هذه تقريبا ساعه او ساعه وربع وهي كتخمر. فغادي نحيد البلاستيك الغذائي بحال هكا وغادي ندهن يدي بالقليل جدا يعني من الزيت بحال هكا باش ما تلتصقليش العجينه في يدي. وغادي نديكازي العجينه، يعني نحيد لنا الغازات وغادي نحيدها لهذا الاناء. وغادي نحاول نقسمها على 3 ديال الاجزاء اللي تكون متساويه هكا، وكل جزء غادي نقسمو على 3 ديال الاقسام اللي تكون بدوره متساويه بحال هكا.
هنا من بعد ما قسمت يعني داك الاجزاء ديالي بثلاثه، يعني كل جزء قسمته على ثلاثه، فغادي نبدا نشكل هكا قضبان من العجينه. كما كتشوفوا يعني العجينه ما كتلتصق مع حتى شي حاجه لانها مدلوكه مزيان وتخمرت مزيان، يعني ارتاحت بحال هكا. غادي نوضعوها هكا على جنب. يعني نحاول نعطيهم نفس الطول باش يكونوا متساويين. غادي نجيبهم بحال هكا، ندير واحد هنا، ندير واحد هنا، ندير واحد هنا بحال هكا. وهاد الاجزاء هنا بثلاثه كيف ما كتشوفوا، يعني هنا لصقتهم مع بعضهم. نتمنى تكون يعني الفكره واضحه. وغادي نبدا نضفر يعني تماما بحال كنضفر الشعر. غنبدا نجيب هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا بحال هكا، يعني بحال كنضفر الشعر تماما بحال هكا بحال هكا. من نوصل لهاد البلاصه هادي نضغطها بشكل جيد بحال هكا باش ما تحلش ليا، ونقلب هنا واحد شويه بحال هكا، وغادي نقلبها هنا ونعاود هاد المنطقه الاولى يعني اللي سديت في الاول غادي نعاود نحلها باش نضبط الشكل ديالها اكثر بحال هكا. صافي بحال هكا تماما بحال المنطقه الاخرى، ونوضعها في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن، ونستمر على هذا النحو حتى نشكل يعني الضفيرات اللي معايا كاملين. هذا هو الشكل ديال الضفائر ديالنا من بعد ما انتهيت من التشكيل ديالهم، يعني درتهم في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن. غادي نخليهم حتى يخمروا ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالهم. هنا كيف ما كتشوفوا الضفيرات ديالي ها هما خمروا، فغادي ندهنهم بالبيضه. هنا يعني خفقتها مع القليل من الملح وقطرات من الخل. ودائما انا البيضه كنقص يعني واحد شويه من البيض، كنخلي الصفر غالب على الابيض باش كيجيني يعني كتجيني المخبوزات ديالي محمره اكثر. فغادي ندهنهم هنا. يعني انتهيت من الدهين ديالهم بالبيض. غادي ناخذ الحبات ديال السكر. كيف ما قلت عناصر التزيين كتبقى اختياريه. غادي نرشهم بحال هكا، حبات يعني قليله فقط كتعطينا غير المنظر الجميل. صافي وغادي ندخلهم الفران اللي سخنته على 180 درجه الفوق والتحت. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفران الكاز يكفي انهم يسخنوا الفران ديالهم بشكل جيد وينقصوا البوطه ويدخلوه حتى يتحمر ويخرجوه، فان شاء الله يتحمر او لا يوجد معنا، ونعاودوا نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للشكل النهائي ديال الضفيرات ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران، فكيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم جميل جميل جدا، وكيجيو خفاف ورطبين بواحد الشكل اللي هو رهيب. شوفوا يعني دايرين بحال القطن. كنتمنى اكيد انكم تجربوا هذه الطريقه، هذه راها كتجي ممتازه. يعني شوفوا الخفه ديال الخبيزه ديالنا. يمكن لكم اكيد السكر، حبات السكر كيطيحوا، يمكن لكم اكيد ديروهم صغار يعني الشكل اللي هو صغير، ويمكن لكم ديروهم بهذا الشكل هذا يعني صالحين للفطور، صالحين ديروهم في العشيه مع كاس ديال القهوه اولا ديال اتاي، كيجيو ممتازين. نتمنى اكيد انكم تجربوهم. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم بحال ديما ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، وشكرا جزيلا على حسن تتبعكم، والى فيديوهات قادمه ان شاء الله.